صلاة النبي يا مصر، رقص لبلوبك يا مصري. النهارده 20/9 رجاله اهو. صلاة النبي احسن. ادي البولت يا رجاله اهو. رقص لبلوب، نطلع العياشه بقى. وادي العياشه اهي. صلاة النبي احسن. والمصري بيرقص لبلوب اهو. تعالي فوق بقى كده، نطلع التاني ده كده عشان رقص اللباليب. بسم الله ما شاء الله. ماشي. صلاة النبي ده كده حلو كده. كابتن اسماعيل وحجاج سيف ومحمود بتدوس على في النص ولا فين؟ بسم الله، خلاص زي ما انت كده شغال زي ما انت. بسم الله ما شاء الله. اول استفتاح يا رجاله، بسم الله ما شاء الله. تحياتي يا حجاج سيف وهاني الليمبي واسماعيل اخويا ومحمود الحداد. الصورة طالعة مين دي؟ بقول لك كمان عليها طالعة قشطة. أحسن من أي صورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعيني على قناة المصري تعليم صيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب يكون الجميع بخير وفي أحسن حال. تحياتي لكم جميعا اخواتي الغاليين. والله أنا بشكركم على التعليقات الجميلة اللي بتوصل، رغم إن أنا ما بعملش فيديوهات كتير، لكن أنا طبعا بشكركم ومتابع. والله حتى أي سؤال بيجي عليه أنا برد عليه، وطبعا اللي بيسعدني جدا الناس اللي بتسأل. طبعا زي ما انتم عارفين ان الميه نزلت يا دوبك هي اسبوع. احنا بنتكلم طبعا عن نهر النيل مش على الفرعيات. الميه نزلت مفيش اسبوع ورجعت الميه ردت تاني. ردت تاني يعني ايه؟ الميه رجعت زادت تاني. زادت وزياده ايه يعني؟ كل يوم يعني تزيد 10 سم 15 سم 10 سم، تنزل 5 سم تزيد 10 سم. فمفيش استقرار في الميه خالص. رغم ان طبعا انتوا عارفين لما الميه بتزيد السمكه بترجع تاني تمسك ايه؟ تمسك العفش اللي هو زي اللي انا ورا منه دوت واللي في الجزيره. والجزر السمكه بتخش تمسك العفش والجزر ده. ليه؟ اكلها موجود، الطحالب موجوده قاعده بتاكل فيه ومحميه طبيعيه من عند ربنا. فطبعا كل السمك رجع؟ لا، مش كل السمك رجع. طبعا في سمك رجع الجزيره وفي سمك احنا طبعا بنشتغل عليه. طبعا السمكه مش كتيره، احنا بنقع في سمك حلو. يمكن اللي متابعني على الفيسبوك بيشوف انا بنزل كتير. ممكن انزل كل يوم، ممكن انزل يوم ويوم، بناخد احجام كويسه. يعني مش هنقول شر كويس، شر معقول حلو. فطبعا النهارده كان ماتش الزمالك والاهلي، وطبعا انا كنت نفسي اتفرج على الماتش، لكن الصحبه طبعا زي ما انتم عارفين ما ينفعوش نمشي من غير بعضينا. مش هقول بقى من غيري، لا من غير بعضينا. فغصبوا عليا ونزلت النهارده المنيا وقلنا نجرب المنيا. طبعا برضو كان الميه زايده. هي سمكه هنا اقل حجم في الحجم، يعني كفافي فوق الكف اللي بيقع. فاتمنى ان هو ياكل النهارده، وبعمل لكم فيديوهات طبعا ليها بالليل. طبعا انا بعدت بعيد عن الدور اللي انا هقعد فيه، بس انا قلت هاجي اشوف الدور ده مركب واقفه اهيت، فانا يمكن اقعد عليها واجرب امشي على الهيشه اللي انتم شايفينها اللي في ظهر ديت. يعني امشي اخلي الفله تمشي على جنب الفله جنب الهيش كده، ممكن ياخدها سمك كويس. بالنسبه للناس اللي بتسال على تمشيه الفله، بيقول لك انا بمشي الفله والفله بتبقى نايمه على جنبها. كانت ناس قاعده جنب مني تقول لك الفله انت عندك الفله ماشيه عدله، وانا عندي الفله نايمه على جنبها. طبعا اهم حاجه يا جدعان في موضوع التمشيات الغماز، لازم عشان نبقى احنا فاهمين صح، او عشان ابقى انا فاهم صح. سيبا ان انا اقول فاهمين، لا خليها انا اللي نفهم مع بعضينا. لازم وزن الغماز ده يكون كويس، هيكون على حسب، وكمان حجم الغماز يكون على حجم الميه اللي هي ماشيه. يعني الميه اللي انا شايفها النهارده ديت ميه ماشيه سريعه، فلازم اركب لها غماز كبير شويه. يعني 8 بليات، مش من الحمص الصغير اللي هم اكبر من الحمص شويه. اركب 8 بليات 10 بليات، ممكن احط رصاصه واحده تعادلهم. بس احنا بنتكلم على الناس اللي بتحب تركب بلي، لان البلي لما بينزل في الميه ما بيعملش صوت زي الرصاصه الكبيره تبقى نازله بتعمل صوت، فممكن تبوظ الدور. البلي بينزل ما بيعملش صوت. ده المقصود في البلي، او الرصاصه الواحده، الزيتونه او النقايه او الحاجه اللي زي كده. فلازم انت تكون الشريمون بتاعك يعني اقل حاجه 12 سم، وايدك حساسه مع مشي الفله مع سرعه الميه. يعني انا ما اجيش احجز على الفله كده حتى لو الفله فيها كيلو رصاص هلاقيها عملت على كده. لكن لو الفله ماشيه كده وانا حجزت عليها، بص الفله ملت شويه بس كده على مشيه ايدي انا سرعه الميه اللي انا شايفها، يعني على نسبه الميه، سرعه الميه اللي هي ماشيه. اتمنى بالليل اخلي حد من الاخوه اللي معايا يصورني وانا بمشي الفله بالليل. طبعا ان في اطفال دلوقتي كتير فمش قادر اصور جنبيهم وهتبقى زيطه. لازم ايدك تبقى حساسه في مشي الفله مع الميه اللي انت ماشي عليها. ميه سريعه ابص ايدي ماشيه معاها، ايدي ماشيه معاها. فواحده واحده كده، ما اخليش اول فيلم ما تيجي تعمل كده لا اديها لها، بحيث ان الرصاص تحت ما يقومش هو والرمال. طب الرمال الانسب في موضوع تمشيه الفله، ممكن اعمل رمال متر
بس الرمال متر من غير ما احط له رصاص من تحت هيعوم. لو انا جيت حجزت كده وانا بمشي الفله الرمال هيعوم فوق. فصعب ان موسى ايه كل اللي بياكل معاك شلب او النوم او اي حاجه عايمه من فوق الارضيه. لكن انت عايز تاخد بولتي، لا رصص الرمال لو رمالك طويل. الرمال المناسب انا بعمل دايما رمال 60 70 سم 80 سم، ما بزيدش عن كده. ما بحطش رصاص ليه؟ تقل الطعميه هو بينزلها ما باجي احبس عليها. حتى الحمد لله من كرم ربنا انا بضرب سمك كتير الحمد لله، ودي نعمه من عند ربنا. ده رزق ومش رزقي، ده رزق الناس اللي بيروح لها. فهو ده الموضوع اللي انا حابب اتكلم عليه. تاني هام المكنه، الناس اللي جايب مكنه 4000 5000 وبيسرح بيها وقاعد شايل الفل، يقول لك انا مش قادر اشيل الغابه. لا المكنه المناسبه يعني 2000 او 200 او 1000 او مكنه 100 حسب المقاسات ديت. هتطلع اكتر من كده لا ده الحداف كويس. المكن ده الحداف كويس هو 3000 4000 دي للحداف كويس. اما ولازم تجيبي الحله ما يكونش ايه يعني غويطه قوي، عشان ده انا عايز الحله ما تشيل 50 متر 30 40 متر بالعافيه. يعني نقي المكنه اللي هي تشيل خيط قليل تكون سريعه، بحيث ان المكنه لما تيجي تسرح الخيط ما تقعدش كل شويه تنتش كده عشان تمشي الفل. لا انا عايز لما تيجي انت تفتح البيك اب بتاع المكنه الخيط يطلع انسيابي عليه، سواء هتسرح بخيط نايلون او سواء تسرح بالبريد. ده شغال وده شغال. انا برجح النايلون ليه؟ عشان ما بيلخفنش على بوز الشرشوب كتير. يعني ممكن ناس تيجي تشتغل ببريد، البريد حلو وممتاز للي بيعرف يشتغل بيه ومتعود عليه. لو اتلخف منك على بوز الشرشوب لازم تضطر تدكك الفايبر وتعمل ولو عمل منك عقده برضك مشكله، ولو اتلخف مع حد جنب منك برضك مشكله. فانا بحبذ النايلون في صيد التسريح للبولتي اكتر من البريد. ده كان السؤال برضك اللي سال ناس سالتوني. فان شاء الله مش عايز اطول عليكم، لا المايه في زياده. فالنهارده لو سمك كلت هقول لكم الدنيا عملت ايه، لكن زي ما بقول لكم كده المايه بتسلي وفيها خير كويس. والله المايه لو نزلت الكل هينبسط ان شاء الله، الكل هينبسط وربنا يجعله موسم سعيد عليكم وعلينا. وتحياتي ليكم جميعا، واسف ان انا بتاخر عليكم كتير. فان شاء الله النهارده اتمنى ان تكون السهره جميله وفيها رزق ان شاء الله من عند ربنا. تحياتي ليكم واشوفكم بقى بالليل. النبي يا كوتش، صلاه النبي اطلع بيها شطر. صلاه النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا كوتش. صلاه النبي بولت بسم الله ما شاء الله انزل بيه. صلاه النبي حبيبي يا غالي، صلاه النبي احسن. اللهم صل على النبي. شهر 27/9 يا جدعان اهي في قبلي. سمك والله بتاكل حلو بس مموعه. يعني اللي بيروح كتير بياكل بس بيروح كتير. يعني تاخد واحده تضيع 10. سمكه ايه بتاكل بخوف قوي. يلا تحياتي ليكم. كل جروبنا المحترم سيد السمك جاي في احسن النيه. يلا وقناه كده السيد المصري تعليم سيد السمك بالصناره زي ما قال الكوتش الكبير. صلاة النبي ورقص لبلوبك يا مصر. بسم الله ما شاء الله يا رجاله. النهارده 27/9 27/9. مبروك للزمالك كاس السوبر وهارد لك النادي الاهلي. مبروك للزمالك وهارد لك النادي الاهلي ورقص لبلوبك يا مصر. والله السمكه بتاكل يا جدعان، والله بسم الله ما شاء الله زي الفل. بفرجكم على شويه السمك دلوقتي. يلا تحياتي ليكم جميعا. رقص لبلوبك يا مصر. يلا بسم الله ما شاء الله 27/9. ومبروك للزمالك يا رجاله. اخيرا فرحنا مره. طبعا انا بحترم اخواتي الاهلاويه وحبايبي، بس انا طبعا زملكاوي. بس انا بقول ايه، دايما الاهلي حاطط علينا، يعني مره من نفسنا بقى. يلا احنا بتوع سوبر افريقيا. الصلاه على النبي عليك يا مصري، الصلاه على النبي، صلاه النبي عليك يا مصري. رقص لبلوبك. والله النهارده اتدلعت، والله اتدلعت مع قرآن الفجر يا رجاله اهو. والله النهارده مسليانا 10/10. لف يا بنتي كده. صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. طبعا تحياتي لكل حبايبي. والله السمكة على التسريح شغالة بسم الله ما شاء الله. هنعمل لكم تقرير ان شاء الله في اخر الفيديو باذن الله، في اخر السهر. ونصلي الفجر بقى اوكي، كمان سمكتين ونلم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي وحبايبي متابعيني على قناه المصري تعليم سيد السمك بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حقيقي النهارده الواحد يستمتع. هي سمكه مش كبيره زي ما قلت لكم في بدايه الكلام. انا جاي عشان ايه؟ اشوف المايه في قبلي. الناس كتير بتقول المايه ما بتاكلش، لا في قبلي. يعني احنا النهارده هنا في الفشن يعتبر الحيبه،
يعني نقول هي قبل يعني اخر بلد في بني سويف، يعني نقول المنيا، نقول بني سويف، هي بني سويف، هي تبع محافظه بني سويف. السمكه بصراحه ربنا مسليانا كويس، اهي زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على النبي. بس هتغرقوا التليفون ميه. شويه سمك، مين يشيل بقى؟ ادي السمك اهو، بسم الله ما شاء الله، بشويه بولتي، حاجه يعني زي الفل. سمكه والله مسليانه على طول الارض. طبعا النهارده شغال بغابه خفيفه، غابه 5 متر، غابه رقعه، عشان اتكيف، عشان تمتعني في التلكين ده بالامانه يعني. لكن عده خفيفه، رمال 18 وسنار 5 وطعم بلدي، يعني حاجه ايه زي الفل كده. سنار 5 اللي هو الكونه. للامانه سمك كتير بيروح، عشان السمكه برضو خايفه من السمكه. المايه زي ما قلنا اسماعيل جايب سمك، ونسى اقول لكم السمك اللي اسماعيل جايبه اهو. الصلاة على النبي اهو، جايب قرقوره اهو. فزي ما قلنا كده السمكه في قبلي كويسه، مع ان المايه زايده. المايه لما تخس كمان شويه هتبقى احسن واحسن. خدت كميه مش بطاله، كميه كويسه. ما بنطلع بناخد كمان حاجات احسن من كده. كنا شغالين طبعا تسريح الفله، عشان برضو تكونوا عارفين التسريح مش ان انا اسيب الفله تمشي وخلاص، لا، لازم ابقى دايما ساند عليها، ولازم اعمل حساب اللي جنبي، ما اضايقش اللي جنبي. مش معنى ان واحد جنب مني افضل اسرح واقفل له الدور، لا، لحد عنده كده طالما بيسرح معايا اسرح معاه. افرض هو رابط لحد عنده وارجع تاني اخد تاني امشيها تاني. هو ده اللي المقصود بتسريح الغماز يا جماعه. عشان برضو كده بشوف ناس بتزعل يقول لك يا عم انت مثبت الغماز وانا عايز اسرح. كل واحد يصب بالطريقه اللي تريحه. انت عايز تثبت ثبت، انت عايز تسرح سرح. المسافه اللي بيننا 5 6 متر، سرح فيهم. مفيش حد ممكن تسرح 100 متر، سرح لغايه الخيط اللي معاك ما يخلص اللي على المكنه. لكن مش معنى ان انا اشتغل تسريح ان انا افضل سايق على طول ماشي. طب والناس اللي جنب مني عايزه تصطاد، افرض انا ما بعرفش اسرح. لازم ناخد بالنا من الحاجات ديت، وناخد بالنا من بعضينا. واهم حاجه ان احنا كلنا نستمتع بوقتنا في الصيد. لا النهارده الكميه كانت حلوه اهي زي ما انتم شايفين كده. احجامها مش كبيره قوي زي اللي بناخدها من القاهره، لكن هي برضو احجام حلوه بسم الله ما شاء الله كويس. والحصيله، لا الحصيله كبيره، حصيله كويسه. يلا قبل ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.